وحشتوني، جاهزين؟ النهارده الكيك بتاعنا حكاية، لأنه سهل وبسيط واقتصادي وغير مكلف. هنعمله بطريقة سهلة أوي أوي. هاتي المقادير وتعالي معايا شوفي هتعملي كيك ازاي هش وخفيف وكأنه كريمة تشيز. أجمل كمان وخفيف جدا سريع أوي، وهعمله في الخلاط بنفس الطريقة اللي هتشوفيها معايا. بصوا عامل ازاي كيك يعني هو يسمى كيك. تعالوا بقى هنعمل أحلى كيك في 10 دقايق حقيقي تبارك الله. هنستخدم مع بعض الزبدة، هنحط الزبدة في الخلاط مسيحاها عشان يسهل عليا الموضوع كله، وعليه الزيت، وبعدين هكسر عليه بيضتين وبعدين هبتدي أنزل بالسكر والفانيليا. بصوا قد ايه سهلة، هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. الحليب، القرفة، كله على بعضه، ما ضربتش حاجة وطحنت حاجة، ذرة من الملح، البيكنج باودر. بحب النوع ده من البيكنج باودر عشان اللي موجود هنا ويحب يستخدمه. قهوة، اي قهوة عندك زي كده ليكويد او اللي هي سريعة الذوبان. والقهوة ما بتظهرش في الطعم في الكيك، وملهاش اي اثر عشان لو اطفال هياكلوها، بس بتظهر طعم الكيك، بتعزز طعمه. لاني مش هحط فيه شوكولاتة، هحط فيه كاكاو غير لما احط شوكولاتة. هنا هنزل بالحليب ومعاه الدقيق، تاتسد هوديه على الخلاط. تاني باكد ان القهوه اللي احنا حاطيناها بس عشان تظهر طعم الكاكاو وتعزز طعمه، تخليه كانه شوكولاته بس كده، ملهاش يعني اي حاجه تاني. وهنسيب الخلاط شغال عليها دقيقه او دقيقه او نص لحد ما اتاكد ان الخليط كله عمل مع بعضه تمام. هنا هجيب اي ورقه زبده وهكرمشها بالشكل ده، يعني هقفلها كاني هرميها واروح حطها في الصينيه بتاعتي، واحطها وافرشها في القاع من تحت، وارش عليها سبري او زيت او زبده او سمن اللي متواجد عندي، وهنزل بالخليط ده. القوام بتاعه استخدمنا كوبايتين من الدقيق، عملوا كيكايه اللي هتشوفوها معايا دي، عامله كده زي حقيقي مش عارفه اقول لكم غير تبارك الله. هنا هتاكد ان مفيش فيها اي فقاقيع، وهستخدم العيدان او اي حاجه عادي، اني اتاكد بس لو فيها اي حاجه افرقعها. وبعدين انا مسخنه الفرن. خلي بالكم الناس اللي الكيكه بتاعتها بتطلع هبطانه دي او مش مرتفع، ده الفرن لازم يكون سخن قبليه على الاقل بنص ساعه. بصوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي، والكميه عندنا عباره عن 2 كوباية من الدقيق أو الطحين. دخلت فيها عود أو ممكن سكينة عشان تختبري إذا كانت استوت ولا لأ. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت نص ساعة على حسب درجة الفرن بتاعتك على فكرة، عشان ما اقدرش احكم ما بين الافران وبعض. هنا جبت حليب دافي، نزلت عليه بالسكر ونزلت عليه بسيرب الشوكولاتة. مش متواجد الشوكولاتة استخدمي الكاكاو، انا عشان متواجد استخدمته، غير كده كنت هستخدم الكاكاو. والبديل الكمية معلقتين بس من الكاكاو، تاتسد كأنك هتشربي كاكاو. وهبتدي بس اعمل جاستن كيس كده يعني اعمل اخرمه انا عفوا للمعنى، بس عشان يعني اتاكد ان اسمها ايه، الحليب نزل جوه سقاها كلها، عشان انا مش هكدب عليكم بقى، مش هخبي عليكم. الكيك ده عملتها وسبتها في التلاجة 3 ايام عشان انا انشغلت. فجاست ان كيس بقى قلت احسن تكون جمدت بقالها 3 ايام في التلاجة، واحنا اساسا يعني انتوا عارفين الجو عامل ازاي. فقلت بقى ان اديها كام عود كده في النص عشان اقدر اسقيها. لكن هي تبارك الله ما شاء الله يعني كانت حلوة قوي قوي. فالحاجات دي رزق. هنا استخدمنا الهابي كريمة، نزلنا عليها برضو بشوية من السيرب على السكر العادي، وشغلنا عليها كده الهاند بلندر لحد ما عملت قوام الكريمة، واروح نازلة من على الوش. هنستبدل برضو السيرب بالكاكاو، او ممكن لو مش حابه طعم الكاكاو او الشوكولاته فيها ممكن تعملي ابيض. ممكن تستبدلي الكريمه بالكريم شانتيه المتواجد عندك اعمليه. واروح موزعه كده. انا شلت على فكره الوش من فوق عشان يبقى كله مقاس واحد. وهنزل بشوكولاته مبشوره من فوق او اي حاجه بحبها للتزيين. بس هي الكيك اساسا كانت عايزه تتبلع كده، ما تتندخش، تتبلع. انا عماله كل شويه اقول يا ربي انا عايزه اخش اشرب قهوه واكل منها حاجه. كل شويه افتح التلاجة ابص لها اقول لها هو انت مش عارف مش لاقيه لك وقت ليه؟ اليوم بيخلص زي الجوست والله. هنا هقطعها بالشكل اللي هتشوفوه، وهنضف السكينه جاست ان كيس بس عشان التصوير، غير كده يعني يعني انا جعانه ما بعرفش اعمل كنترول على نفسي، بقطع واكل على طول.
بصوا شكلها خطير، كيكة كده يعني ايه بيقولوا عندنا ايه ماشية في البطيخ، صح عندنا. والله بقعد دلوقتي مع أصدقاء كتير جايين من مصر، فتبارك الله عليهم لساني فك كتير. عايزة اقول لكم انجوي طريقتنا حلوة قوي قوي. حاولت اظبط الاضاءة على قد ما اقدر عشان اوريكم هي قد ايه جميلة، لان التصوير ظالمها، هي فعلا جميلة جدا جدا جدا. هشة خفيفة ارتفاعها حلو قوي. كوبايتين من الدقيق عملوا كمية حلوة، يعني كفت البيت كله، عفوا غير مكلفة. عايزة اقولك اعملي لايك لو عجبك الوصفة او الكيكة بتاعتنا، وتابعوني على قناتي وصفحتي. لو على الفيس تابعوني على الفيس، ولو لسه ما اشتركتوش معايا اعملوا اشتراك على القناة عشان تتأكدوا ان كل وصفة جديدة اعملها انزلها لكم. حبيت اعمل الكريمة اللون اللايت او اللون الفاتح ده عشان يبان يبقى خفيف، اول حاجة يبقى لايت في الطعم بتاعه، ويبان مع الكيك عشان الكيك الكاكاو اللي فيه مغمقه من تحت. عايزة حاجة يعني تحسي ان فيه روح. انجو